السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلقة الثانية من برنامجنا هلا مدريد. النهاردة أو حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن ماتش ريال مدريد وديبورتيفو ألافيش اللي مدريد كسبت فيه 3-2. ماتش الصراحة يعني بالنسبة لي ممتاز جدا لريال مدريد لحد الدقيقة 70، خلينا نبقى واقعيين برضو. مدريد عملت اداء ممتاز جدا الصراحه. من اول ثانيه في الماتش فالفيردي بياخد الكوره، بيحط الكوره عكسيه ممتازه، بيغير الملعب كله لفيني جونيور اللي الكوره في رجله يعني لازقه بامير. الواد بيعمل كده تك 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 تك. امبابي ورودريجو تحرك ممتاز، وده يا جماعه الجون ده بيبين مدى الرعب اللي بيعمله الهجوم بتاع مدريد على اي فرقه قدامه. امبابي ورودريجو بيخشوا لقلب الملعب، بيسحبوا 5 مدافعين معاهم، ولوكاس فاسكيز بذكاء رهيب بيقطم او بيقطع لقلب منطقه ال 18 علشان فيني بصراحه بفيجن عالي جدا يشوفه ويحط له الكوره ويسجلوا منها الجون الاول. جون يعني انا شايفه التيم بلاي 100% مع مهاره فرديه لفيني، مع يعني انا شايف ان برضو ذكاء كبير قوي من امبابي ورودريجو ان هم يسحبوا المدافعين، فضوا الملعب لفاسكيز اللي قدر يتمركز في المكان ده عشان يعرف يحط منه الجون الاول. فجون مدريدي 100% بأداء ممتاز 100%. حاجة تفرح مشجع مدريد قاعد يعني لسه بفتح الماتش جون. الجون التاني اللي انا بقى حابب اتكلم عنه كتير قوي، وعن حلاوة وجمال الجون التاني، وعن حلاوة وجمال كيليان امبابي. حته بقى من بتاعت كيليان امبابي بتاعت باريس دي اللي كل المدريديين كانوا عايزين يشوفوها من زمان قوي. كيليان امبابي من ساعه ما جه مدريد مسجل 7 اجوان بس تقريبا، يعني كلهم يا ضربات جزاء يا تاب ان. اول جون بماركه مسجله بتاعت كيليان امبابي هو الجون ده. الكوره بيستلمها في نص الملعب، بيحط الكوره باص عالمي بكعبه لجود بلينجهام اللي دوره ما يقلش عن دور امبابي في الجون ده، اللي تقل على الكوره لمده 3 4 ثواني كده هوت لحد ما امبابي اتحرك من ورا المدافع وقطع ما بين الاثنين مدافعين على ال 18 وحط له السرور العالمي. ومبابي بمنتهى السهوله يا جماعه يحسسك ان الكوره سهله قوي، بيعدل بس الكوره كده على يمينه وبيودي المدافع الناحيه الثانيه وبيسجل الجون اللي بالنسبه لي يعني ها اخيرا، اخيرا شفتك يا عم مبابي. عايزين كده من زمان يعني. الماتش بدأ بتشكيله اللي الناس كلها يعني متوقعها او التشكيله طبيعيه ريال مدريد، مع اختلاف النص الملعب بس ان هو بدأ تشاوميني وفالفيردي وبيلينجهام. تشاوميني وفالفيردي مع بعض اتنين يعني زي ما بيقولوا مسامير في نص الملعب، بيتقلوا نص الملعب مع لعيب بيلعب حر ولعيب حريف ولعيب عنده دريبلينج عالي قوي زي جود بيلينجهام. ادوا شكل حلو قوي لنص الملعب بتاع ريال مدريد. الدفاع هو باستثناء ان فاسكيز لعب مكان كارفاخال واللي كان كويس جدا في الماتش باستثناء الغلطه بتاعته في الجون الثاني اللي هي يعني ممكن تغتفر يا عم فاسكيز، مفيش مشكله انت عملت لنا كتير قوي. خط الهجوم رودريجو ومبابي وفيني اللي انا دايما بشوف ان هم كتير في الملعب، بس الماتش ده يعني الدنيا بدأت تظهر، الدنيا بدأت تبان لا في تقدم. يعني بدأ يبقى في ربط ما بينهم. امبابي لما بيخرج بره ال 18 او يرجع ناحية الشمال شوية فيني بيكمل مكانه ورودريجو بيقطع لجوه. يعني الدنيا بدأت تظهر، ما بقاش فيه كلكعة، الملعب ما بقاش مكلكع زي ما بيقولوا. الجون الاول والتاني جم في الشوط الاولاني، ودي اول مره ريال مدريد يسجل فيها جونين في الشوط الاولاني، وتاني مره اصلا يسجل جون في الشوط الاول. يعني مدريد بدا الموسم كانت بدايه وحشه جدا، ما كانش بيجيب جون في الشوط الاول. يمكن اول مره يجيب جون في الشوط الاول كان جاب جون قدام مايوركا على ما اتذكر يعني لو فاكر صح، وفي الاخر الماتش خلص 1-1. لكن ان انت تبدا الشوط بدايه قويه زي دي وتجيب فيهم جونين، يعني دي اول مره تحصل لمدريد في السيزون ده، واتمنى ان هو يستمر على كده. يبدا الشوط الثاني والجون الثالث لرودريجو اللي انا شايفه يعني مش ذكاء، ده عبقريه من اللاعب. كرة معاه وبيجري وشايف الملعب قدامه فاضي، مدافعين الافيش كلهم خايفين يخشوا عليه. انا مش عارف خايفين يخشوا عليه ليه، اللعيبه كلها خايفه تخش عليه. هو شاف الناس كلها خايفه وعماله ترجع بظهرها، خطف الكرة وفتح سبرنت لحد ال 18 وبفينش جميل جدا بيحط الكرة ما بين رجلين الحارس عشان مدريد تبقى كسبانه 3-0 في استعراض. الماتش ده كان استعراض للاعيبه ريال مدريد. جت الدقيقه 65 70 بدا عم كارلو انشيلوتي ان هو ايه يبدل بقى التبديلات بتاعته. شفنا اندريك، شفنا اردا جولر، شفنا عم الناس فيخو ربنا يسامحه. التبديلات دي كان يعني هي لازم يبقى في تبديلات، لان زي ما هوريكم دلوقتي جدول ريال مدريد اللي جاي صعب جدا، سواء بقى في الليجا ماتش الديربي مع اتلتيكو مدريد،
بعد كده في الشامبيونز، بعد كده الماتشات اللي جايه صعبه، مدريد مش هيلحق ياخد نفسه، فطبيعي ان هو يريح اللعيبه علشان يعرف ياخد منها الاداء اللي هو عايزه في الماتشات اللي جايه. بس هي الفكره في تريحه اللعيبه واللعيبه بتنزل. يعني اندريك نزل مكان رودريجو، نزل لعب وينج رايت، ومبابي زي ما هو في نص الملعب او في قلب ال 18 يعني مهاجم، وفيني شمال. انا كنت شايف ان هو كان ممكن ينزل مكان فيني، يعني فيني طول الماتش بيخبط في الكوره، مشاكل مع انذار، بيعترض على الحكم، بيزعق، كان ممكن في اي كوره من دولت ياخد كارت اصفر تاني ويطرد. فكان الاولى انك تريحه هو، ما تريحش رودريجو. بس اندريك نزل وينج رايت، اول مره نشوفه في المركز ده، بس الصراحه ادى اداء ممتاز في المركز ده، تحس ان هو مخلوق عشانه. يعني احنا دايما بنشوفه مهاجم وهو مهاجم عالمي، لما لعب وينج يمين برضه وينج يمين عالمي. وكمان فيها ميزه بالنسبه له ان هو لعيب اشول، بيعرف يقطم ويخش ويشوط لجوه. نفس كره الماتش اللي فات اتكررت، برضه بيرقص المدافع وبيجري والمدافع بيشده ودخل بيه لحد ال 18. بس يعني كانت دي اولى تقع فيها عن بتاعه الماتش اللي فات، كان ممكن تقع وداخل ضربه جزاء، رغم ان هو دخل وشاط عشان الكره تخبط في المدافع وتروح في العارضه. فهو لعيب ممتاز، البوتنشال بتاعه عالي جدا، المينتاليتي بتاعته وذهنه يا جماعه بجد يعني ما شاء الله عليه. هو ما بيخافش، بيرقص بيخش بيشوط في وسط كميه النجوم اللي موجوده معاه في الفرقه دي، ما بيقلقش ان هو بيلعب معاهم، ما بيقلقش ان هو ياخد القرارات الفرديه، هو عارف هو بيعمل ايه، هو واثق في قدراته جدا. فهو لعيب ممتاز ومكسب كبير جدا لريال مدريد. هو اقل رهان من بريز ان هو يجيب لعيب زي ده يشتريه من هو عنده 15 سنه في البرازيل، والله اعلم لما يجي هيبقى عامل ازاي. بس انا شايف ان هو رهان كسبان جدا. اردا جولر لما نزل مكان كيليان امبابي وخد هو الوينج اليمين، واندريك نزل هجوم، الفرقه بدات زي ما شفنا ايه تريح شويه، خلاص الدقيقه 70 كسبانين 3-0 يعني، الدنيا بدات تريح معانا شويه، لحد ما نزل لنا البرنس، البرنس ملك قلب الدفاع، خيسوس فايخو. انا شايف ان ده لعيب يا جماعه لا يصلح، يعني لا يصلح لايه، مش هقول لك يلعب في الدوري المصري يعني، ما نلعبوش حتى في الممتاز به. انا مش عارف ازاي ده بيلعب في ريال مدريد، نازل نايم نايم، مش دريان باللي بيحصل حواليه، هو مش شايف اللي مش شايف المدافعين اللي جنبه واقفين ازاي، مش ما فيش ربط ما بينه وما بين الباك رايت، مفيش ربط ما بينه خالص وما بين فاسكيز. مش فاهم هو بيعمل ايه يا جماعه، مش فاهم اصلا اساسيات مركزه. يعني الجون الثاني اللي دخل في ريال مدريد، طب خلينا ما نسبقش الاحداث. الجون الاولاني لديبورتيفو الافيج هو غلطه من لوكاس فاسكيز للاسف، يعني هو بيطلع الكوره، طلعها في قلب الملعب، كوره ضعيفه جدا، استلمها اللعيب بتاع الافيش وريح وباصه والتاني بيشوط براحته. فهي يعني الجون ده كده كده خطأ من لوكاس فاسكيز، يعني وات ايفر كان مين اللي موجود الجون ده كان هيجي. ده حصل بسبب رعونة لعيبة ريال مدريد، وان اللعيبة بدأت تهدى وتحس ان الماتش بتاعها، واحنا خلاص بقى احنا في ماتش استعراضي. اردا جولر موجود بقى، اندريك موجود، اللعيبه المهريه الجميله دي، مودريتش نزل برضو شويه يفوق الدنيا. بس يعني جون كان لابد منه. الجون التاني بقى، انت بتعمل ايه يا عم فايخو، بتعمل ايه؟ يعني بتعمل ايه واقف؟ مبدئيا هو كان واقف والمهاجم، يعني هو مكاني كده، المهاجم على شمالي والكرة في نص الملعب، المهاجم اتحرك من قدامه وراح على يمينه والكرة لسه في نص الملعب، هو نايم، هو مش شايف المهاجم وهو بيتحرك من قدامه ورايح على يمينه. المهاجم اتحرك وسبقه بخطوه بقى في ظهره، هو نايم مش شايف ان المهاجم بقى في ظهره، الكرة اتلعبت من فوقيه بيبص لقى المهاجم طالع انفراد. حتى يا سيدي بعد ده كله لما المهاجم طلع انفراد وبيشوط الكرة، انت ما حاولتش حتى تعمل تراي، تتزحلق على الكرة يمكن تعمل لها بلوك، تخبطه، ما حاولش يعمل اي حاجه، هو بيجري وراه وخلاص عشان يتسبب في الجون الثاني في الدقيقه 86. واللي هو فجاه ايه ده، هو احنا هيحصل علينا ريمونتادا؟ لا دي بتاعتنا احنا، ما بتحصلش علينا، هو اللي بتعمله في الناس هيطلع علينا ولا ايه؟ فحط مدريد في موقف وحش قوي بجد في اخر 7 8 دقائق في الماتش، وباداء سيء، اداء سيء من فيفو يعني. بس في المجمل خلينا نتكلم ان ريال مدريد جميله، ريال مدريد حلوه. ريال مدريد اهو اللي كنا بنتكلم عليه، كارلو انشيلوتي بدا يلاقي التناغم، وازاي يلاعب بمبابي مع فيني مع رودريجو، ازاي تبقى اللعيبه دي حره، ده يطلع ده يدخل مكانه، ده يسقط في ال 18 ده يغطي وراه، الكلام الجميل ده كله بدانا نلاقيه. جود بلينجهام يعني لعيب بصراحه عالمي، اسطى في نص الملعب يا جماعه، لعيب الدريبل بتاعه عالي قوي، الفيجن بتاعته عاليه قوي، بيقدر يحرك ثلاثي الهجوم اللي قدام ده بطريقه بشعه. فيني ومبابي بدأ يبقى في كيمستري ما بينهم، الدنيا لطيفة ولذيذة يعني. بيغطوا مع ده، يغطي مكان ده، ده يطلع لبره ده يدخل مكانه جوه، يعني الدنيا بدأت تبقى أحسن. وريال مدريد في يعني خلينا نقول أداء تصاعدي. يعني الماتش اللي فات بتاع اسبانيول قلنا يا جماعة ده أحلى ماتش نشوفه لريال مدريد الموسم ده، لا أنا بقول لك الماتش ده هو أحلى ماتش نشوفه لريال مدريد الموسم ده.
يعني كل ماتش احسن من اللي قبله. فاحنا في اداء تصاعدي، اتمنى طبعا الاداء ده يكمل، خصوصا في ماتش الديربي اللي جاي يوم الاحد اللي جاي اعتقد، قدام اتلتيكو مدريد، ويكمل بعدين هنلعب في نيس هتلعبها، سوري ليل هتلعبها في الشامبيونز ليج، وبعد كده هنخش في مدعكه مش هنخرج منها. فعايزين الاداء ده يفضل موجود مع السكواد روتيشن الكويس. احنا عندنا لعيبه كويسه جدا موجوده نص الملعب، عندك فالفيردي وتشاوميني وكامافينجا راجع، وعندك طبعا مودريتش ما فيش غبار عليه، خمس لعيبه تعرف تعمل روتيشن ما بينهم. الخط اللي قدام عندك الثلاثه الاساسيين فيني ومبابي ورودريجو، عندك بره اندريك وعندك اردا جولر وعندك ابراهيم دياز، تعرف تعمل روتيشن مستريح. يمكن عندنا ماشي الباك ليفت عندك مندي وعندك فران توريس، باك رايت او فاسكيز بيعمل روتيشن مع كارفاخال. شايف ان نقطه الضعف الكبيره جدا في ريال مدريد هي قلوب الدفاع، يعني روديجير وميليتاو خلينا نقول شغالين، هم مش احسن حاجه، مش هم دول قلبين الدفاع بتوع ريال مدريد، بس هم كويسين. بس لما بتيجي تخرج واحد فيهم، لا انت الاحتياطي اللي عندك ما يسدش. فدي برضو حته شايف ان اداره مدريد محتاجه تركز عليها في يناير في الميركاتو الشتوي، يعني ان احنا محتاجين قلب دفاع قوي يا جماعه. واتمنى ان الاداء يفضل بالشكل ده، ونكمل بقى نكمل نشوف برشلونه بنت اللذينه اللي مش راضيه تخسر دي، يعني العلامه الكامله، 7 ماتشات ب7 انتصارات. احنا لسه بنتكلم مش عارف كانوا بيلعبوا فيريال بعدنا كسبوهم، كسبنا احنا الافيش، هم راحوا كسبوا ختافي برضو. فيعني 7 ماتشات ب7 فوز بيبعدوا قوي، يعني فرق 4 نقط في الدوري. اتمنى ان هم يقعوا قريب عشان مدريد تقدر تحصلهم، واتمنى ان مدريد تقطع شوط كبير في الشامبيونز ليج لحد ما نوصل بقى الادوار الاقصائيه. ويعني عايزين نتوج بقى، يعني احنا بقالنا كتير قوي يا جماعه ما خدناش الشامبيونز ليج يعني. 16 فين يا رجاله؟ عايزين نكمل بقى البطوله المفضله بالنسبه لنا يعني. فيعني انا شايف ان خير خير، يعني انشيلوتي بدأ يظبط الدنيا في اللعيبه، والدنيا رايحه في طريق كويس. ان شاء الله الماتش الجاي بتاع اتلتيكو مدريد نكون مع بعض واحنا بنحتفل بالفوز ان شاء الله في الحلقه الجايه من هلا مدريد. لو عجبك الفيديو يا ريت تعمل شير ولايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس وكومنت، قول لي ايه رايك، او قول لي حابب اتكلم عن ايه اكتر في ريال مدريد. تشاو.